في ليلة جديدة من ليالي الدوري المصري، واصل الأهلي ضغطه على صدارة الترتيب بعد فوز مهم على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف الأهلي. بدأ المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 35 عندما سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم بعد كرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني استمر ضغط المارد الأحمر حتى جاءت الدقيقة 71 عندما أطلق إمام عاشور تسديدة قوية سكنت المرمى، معلناً الهدف الثاني للأهلي. المقاولون حاول العودة في المباراة ونجح محمد سالم في تقليص الفارق في الدقيقة 85 لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكن الأهلي حسم الأمور في الوقت بدل الضائع عندما سجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 95. بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليواصل الصراع المشتعل على قمة الدوري المصري مع بيراميدز والزمالك.